والله لولا حلفان ان انا اجي معاكي ما كنت جاي. انا اصلا كنت مطلعه فرخه عندي من الفريزر وكنت هطبخها مع شويه ملوخيه وخلاص. معلش يا حبيبتي، ايه يعني يا امان لما نكبر بخاطرها شويه؟ هي قالت لي تعالي اتغدى معانا وقت سلفتك الكبيره وانت جاي، يعني اقول لها لا؟ على اساس ان هي الغندوره الصغننه يعني. ما هو برضه يعني يا بنت فرق 15 سنه مش قليل يعني. بقولك ايه يا حماتي، حكم انا جايه غصب عني وما بحبش الكلام ده. تقعديش تقولي كلام وتقرفيني من بعيد لبعيد. وانت مالك كده يا اختي واخده الكلام على صدرك ليه؟ ما هو الفرق 15 سنه. هو انا كنت جايبه حاجه من عندي ولا كنت جايبه حاجه من عندي؟ هو في ايه؟ وانت يعني يا اختي مش عايزه تيجي معايا وجايه مجبوره؟ خلاص رجعي بيتك، ما تزعليش نفسك. لو على ايه؟ ما احنا جينا كده خلاص، كنت رجعت الفرخه في الفريزر. بقولك ايه، هي ساعه بالظبط وناكل ونمشي على طول. خلاص يا ست ايمان، بس تبطلي بقى طريقتك الوحشه دي وانت بتكلميها. لو وصلينا بقى خلينا يخلص. اهلا تعالي يا حماتي اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي. تعالي سلفتي يا كبيره، تعالي مالك واقفه عندك كده؟ بتفرج يا اختي على الشقه، ده انتوا غيرتوا كل حاجه في البيت. ما انت عشانك بقالك فتره ما بتجيليش. اصل جوزي جاب لي قرشين كده وقبض، وانا جبت لي ختمين وغيرت بقى في ديكور البيت شويه. 5 وخميسه بخميسه كده يا اختي، وكبري عشان الحسد. قولي ما شاء الله، وكبري برضو لما بتقابلينا او تقابلي اي حد. حسبي ايدك يا حماتي، ايدك هتخرم عيني وانا واقفه في ايه؟ وكمان جايبه مكتبه جديده. تعالي انت هتفضلي واقفه عندك كده وتتفرجي على البيت من بعيد؟ تعالي اقعدي. جايه يا حبيبتي جايه، يعني هروح فين؟ ده كل حاجه جديده يا اختي عندك في البيت. اصل بحب اغير حاجه البيت كده على طول. حتى الكنب اللي احنا قاعدين عليه ده شكله حلو وجديد ولونه جميل جدا كمان. يا حماتي اصل انا كنت عايزه كنب جديد كده وحلو من اللي هو الموديل الجديد ده، عارفاه؟ عارفاه الطقم الموديل. هو ده ب10,000 جنيه، قلت فرصه اشتريه. ده البيت كله متغير جديد في جديد. وانت مش ناويه تغيري حاجه عندك بقى ولا ايه يا امان؟ لا، ما انا جوزي قاعد يترجاني وقاعد يتحايل عليا ان انا اغير ديكور البيت وعفش البيت والكنب، بس انا قلت له لا، اصل ده من ريحه ابويا ما اقدرش استغنى عنه. بحس كده بحاجه كده بتخطف روحي. على يدي. اما قوم بقى اجهز لكم الغدا. يا ريت عشان ما نتاخرش، اصل بصراحه بقالنا مده قاعدين. هو احنا لحقنا يا امان؟ ده احنا لسه داخلين حالا. عن اذنك يا حماتي، عن اذنك يا سلفتي الكبيره. وماله، اتفضلي يا نغه. انا عارف انت جايباني معاكي هنا اهو عشان تكيديني وتغزني بكل الحاجات الجديده اللي هي شارياها. ما انت عارفه ان ابنك يا دوب فلوسه على قده، وعمل لنا دلوقتي ده ما فيش عندي اشياء في البيت من يوم ما اتجوزت من 15 سنه. والله يا اختي ما اعرف ان هي اشترت حاجه جديده اصلا، انا اول مره اشوفهم. وبعدين يا اختي انت كنت شايفه ان انا جيت لها؟ ما انت ساكنه فوقيه وقاعده قدامي ليل ونهار، لا رحت ولا جيت. بقولك ايه، قومي شغلي نفسك كده معاه، قومي جهزي معاها الاكل يلا، بدل ما انت قاعده تبصي في الشقه يمين وشمال وجايه في الاخر تجدين ومش تجدين. انا مش عايزه كلام ملوش لازم. ماشي يا حماتي، انا داخله اعمل معاها الاكل اهو، ولو اني ضيفه المفروض هي اللي تجيب لي الاكل لغايه عندي. شوفي يا ست عايزه اعمل ايه معاكي وانا اعمله معاكي بقى. طيب كتر خيرك والله. شوفي بس المكرونه دي لو كانت عايزه شويه ملح ولا فلفل ولا حاجه بحطيها. انا مطلع الترابيزه بره عند ماما. حاضر يا حبيبتي من عينيا. عايزه ملح على المكرونه، اما احط لها كده ملح على المكرونه واحط لها برده على الشوربه عشان يبقى طعمها مملحه كده وجميله. ايه يا امان، لقيت المكرونه عايزه ملح؟ لقيتها عايزه ملح وحطيت لها وكده بقى كله تمام. طب يلا انا حطيت الترابيزه بره بقى عند ماما، طلعي معايا. حاضر يا حبيبتي من عينيا. ايه يا بنتي يا امان، طب خلنا ايه سلفتك؟ شويه مكرونه يا حماتي وشويه شوربه قدامك اهم. وماله، نعمه حلوه وجميله. يلا بقى ساعدها يا بنتي وهاتي معاها الاطباق. لا خلاص كفايه كده، يعني انا عارفه ايه اللي خلاني اقوم اساعدها، يعني انا تعبت. في ايه؟ مش كفايه المشوار اللي احنا جايينه وكمان احط معاه الاكل واشيل واحط؟ لا بقى يا حماتي لا. والنبي يا اختي انت عايزه تفضلي قاعده كده ما تتعبيش نفسك في حاجه. يلا يا حماتي كلي بقى بسم الله وقولي لي ايه رايك. كلي يا سلفتها يا كبيره، كلي وانبسطي وقولي لي ايه رايك في الاكل بتاعي. بس كده من عينيا يا حبيبتي. ايه ده الاكل كله حادق خالص. انت يا بنت حاطه كيس الملح في المكرونه؟ دوقي كده يا حماتي، دوقي وقولي لي ايه رايك في المكرونه، ده حاطه ملح بالهبل. لا يا ماما ما حطيتش ملح ولا حاجه، انا قلت لك حطي ملح بس على السلطه، في ايه؟ ايه ده بصحيح الاكل كله حادق. ايه ده الاكل حادق شرش ليه كده يا بنتي؟ انت عارفه ان انا الملح كتير ممكن يزود لي ضغطي وممكن اتعب. ليه كده؟ ما انت عارفه. لا بصراحه مش طريقه، انت عارفه ان حماتك الملح بيزود لها ضغطها، بتحطي ملح كتير قوي كده، في ايه؟ والله العظيم يا حماتي ما حطيت حاجه، ده هي امان اللي قلت لها تحط ملح على السلطه وحطت. يا بنت حرام عليكي، انا كده ما عدتش هاجي عندك. انت لو كنت تعرفين ان انت كنت حاطه ملح كتير قوي كده في الاكل ما كنتش كلت وخلاص، انما تعللي ضغطي.
لا الاكل بصراحه وحش خالص، انا نفسي استدت خلاص، شيلوا الاكل. ايوه خلاص شيل الاكل، ما عادش عايزين ناكل، سديتي نفسنا يا شيخ حرام عليكي. انا هو امشي يا حماتي، لو كنت عايزه تقعدي خليكي قاعده، انما انا همشي. عملتها فيا يا بنت اللذينه، ماشي بس الايام دواره. ماشي يا حبيبتي وتاخدي غيرها ان شاء الله. تعالي يا حماتي، تعالي اقعدي في البيت عندي، اعمل اي حاجه في البيت، نقعد كده ونتسلى وخلاص، بدل السلفتي دي اللي حطيت لها كيس الملح كله في الاكل. لا يا حماتي ما تمشيش، خليكي قاعده معايا، انت جايه تقضي معايا اليوم النهارده. لا خلاص ايمان عندها حق، احنا نقوم نمشي، وانت كمان البسي وتعالي معانا عند سلفتك ناكل عندها. لا، ده القعده هنا شرحه وبرحه، شيلي بس الاكل المملح ده من قدامنا واحنا نبقى تمام. خلاص بقى يا حماتي، في ايه؟ مش انت يا بنت اللي قلتي تعالى نقعد عندنا وناكل الاكل وخلاص؟ يا اختي انا كنت بهزر، خلينا قاعدين بقى معاها طالما جينا ونكبر بخاطرها. لا يا اختي انا خلاص همشي، ما عدتش عايزه اقعد هنا، ما عدتش قادره اقعد. تعالوا انتوا عندي وانا اعمل لكم انتوا حاجه تاكلوها. بس استني يا حماتي، يلا يا حبيبتي بقى، شوفي الاكل ده ترميه ولا تعملي فيه ايه، واطبخي اكل حلو لجوزك عشان لما يجي ياكل حاجه عدله بدل الحاجه المالحه دي. ماشي، بس كلها دايره والله العظيم، وبتلف كده اهو، وكله سلف ودين. ماشي يا سلفتي يا كبيره، ماشي يا نغره بالسلامه. معلش يا حماتي غصب عني والله. ماشي يا امان، ان ما ردتها لك ما بقاش انا. يا ريتنا ما جينا على الفاضي وطخنا المشوار على الفاضي كده اهو. انا قلت لك يا حماتي انت اللي ما بتسمعش الكلام، قلت لك ما نروحش عندها، قلت لي لا نروح ونكبر بخاطرها، وعشان هي قالت لنا ان احنا نجي لها ونتغدى عندها، رحنا لقينا اكل منيل ب60 نيله وحاطه فيه 3 اكياس ملح. بس يا بنتي يا امان لما كنا فوق كانت بتقول ان انت اللي حطيتي الملح في الاكل، وهي يعني لما تيجي تحط الملح مش هتحط ملح قوي يعني بكل ده. ايوه هي اللي اتهمتها فيا، هي اللي متهماها فيا عشان حطت ملح كتير على الاكل وعايزه تعلي الضغط عليكي، انت حره. هو يعني بالعقل كده حد يبوظ اكل عامله وعزم بيه ناس ب 400 500 جنيه؟ مش داخل دماغي. يلا بقى يا حماتي ما تتعبيش نفسك، احنا مش نزلنا وخلاص، يلا نروح ونروح نشوف بقى عندك ناكل اي حاجه. لا والله يا اختي انا مش جايه عندك البيت وتطبخي لنا، مش انت اللي بوظت لنا الاكل، اطبخي انت بقى.